الكاتبة الإقليمية هانئا ثقة اللي حصلت عليها. الأخت الرئيسة ديال الجمعية ديال المحو الأمية، الأخوات والإخوة الرؤساء، كذلك الرئيس ديال الجمعية ديال البنات الأخ يوسف التازي النائب البرلماني والمستشار والأخ الصديق الدائم، الأخوات والإخوة الحاضرين معنا من رؤساء جماعات، من مستشارين، مكتب فروع، ممثلين النقابات في الوزارة كذلك ديال الشبيبة والرياضة أو الرياضة والثقافة، أخوات والإخوة كل الحاضرين معنا، الشبيبة الاستقلالية، المرأة الاستقلالية، كل الحضور الكريم. أولا بغيت نشكركم على هذا الحضور المتميز في هذه الدار العامرة في هذا الوقت بالذات، اللي هو في الواقع محطة مهمة بالنسبة لبلادنا وبالنسبة للحزب ديالنا. علاش هذه المحطة مهمة؟ وهو أن هذا اللقاء في الواقع جاء لتتويج واحد الدينامية كبيرة اللي عرفها هذا الإقليم. وبحال اللي قال الأخ ساجد كنا هنا في الدار وقلنا اليوم بغينا أنه كل الطاقات اللي هي مقتنعة بحزب الاستقلال والقيام بحزب الاستقلال أنها تجتمع كلها في دوالب حزب الاستقلال. وبالتالي اليوم ضروري أن ننفتح على كل هذه الطاقات ليكون هنالك فروع اللي تكون عندها تمثيلية حقة، يكون فيها الشباب متمثل، يكون فيها المرأة متمثلة، يكون فيها كذلك الأطور والأعيان متمثلين، يكون فيها كل الفئات المجتمع، لأن حزب الاستقلال وهو حزب الجميع. هذا الأمر جعل أنه اليوم كل الحمد لله الفروع تم تجديدها، ويمكن لي نهني الأخ المفتش والأخ النائب البرلماني، ونشكر كذلك الدكتور زيدوح الله يشافيه لأن حتى هو لعب واحد الدور مهم في هذا الإطار اللي جعل أنه الكل فهو تبع باش أننا نوصلوا لهذه النتيجة ونجدوا النخب داخل الإقليم، وفي نفس الوقت كذلك نخليو المكانة ديال الناس اللي هما عطاو الكثير بحال الأخ باقة والإخوة كذلك الأعزاء اللي هما دائما حاضرين معنا في لنصرة حزب الاستقلال وقيم حزب الاستقلال والمشروع المجتمعي اللي تندفعوا عليه. واليوم في الواقع هذا اللقاء فهو يعد كذلك فرصة باش نقول لكم بأن الاستحقاقات المقبلة ما بقات لا والو، والاستحقاقات شحال ديال الناس يقولوا بأن في الواقع هذه الاستحقاقات ما عندهاش طعم، اي انه كاين البعد العديد تعتبروا بان ما كاينش رهانات، يطلع اللي يطلع حتى حاجه ما تغير. وانا بغيت نقول لكم بان هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام اللي تيروجوا وهو تهدف انه باش تكون واحد نسبه المشاركه قليله، وباش جال بان الاحزاب اللي تيستعملوا بعض الوسائل هي اللي تنجح. وبالتالي حنا بغينا نتصداو لهذه الاشاعات المغرضه، وبغينا نعبئوا الشباب ونعبئوا النساء ونعبئوا المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين كبارا وصغارا، لان هذه المحطه محطه مهمه بالنسبه لبلادنا. علاش هذه المحطه مهمه بالنسبه لبلادنا؟ هذه المحطه مهمه بالنسبه لبلادنا لانها هذه محطه ديال هذه الاستحقاقات هي اولا اللي غتجعل انه اليوم ان شاء الله الحكومه المقبله ماشي هي حكومه المونديال كما يدعي البعض. المونديال راه هذه الحكومه هي حكومه المونديال، لان هي اللي درنا فيها المشاريع الكبرى، هي اللي درنا فيها كذلك ما هو مرتبط بالطرق السياره، واللي درنا فيها كذلك القطارات فائق السرعه، واللي درنا فيها هذا معلوم الملاعب الرياضيه الكبرى وملاعب الحسن الثاني اللي ان شاء الله غيكون تتويج ديال هذا المجهود الكبير. دونك راه كل شيء منطلق خلال هذه الولايه الحكوميه، والوزاره ديال التجهيز والما معلوم لعبت دور مهم في هذا الاطار. ولكن الحكومه المقبله في الواقع هي الحكومه ان شاء الله اللي غتنزل الحكم الذاتي. وكما تعلمون اليوم بعد القرار 2797 ديال الامم المتحده، فالحكم الذاتي اصبح اليوم هو الحل الوحيد باش انه تحت السياده المغربيه باش انه يتحل هذا النزاع بكيفيه نهائيه. الديناميه اللي كاينه اليوم، دول الاتحاد الاوروبي كلها مسانده الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه،
الولايات المتحدة، الدول العظمى كذلك بالنسبة لمجلس الأمن. عندنا اليوم أكثر من 60% ديال الدول في العالم كوية من الخارطة. شحال ديال الدول في أمريكا اللاتينية في إفريقيا سحبت الاعتراف ديالها ديال بوليزاريو إلى آخره. وقع واحد التحول كبير والتحول باقي مستمر. هذا تيجعل أنه اليوم الحكومة المقبلة هي الحكومة اللي غتجعل أن الحكم الذاتي يصبح حقيقة، أننا ننهيو بكيفية نهائية إشكالية دبلوماسية مرتبطة بالسيادة المغربية على أراضينا في الصحراء المغربية. وبالتالي فهذه اللحظة التاريخية مهمة جدا، تسعي باش تكون هنالك حكومة قوية، حكومة اللي عندها واحد المصداقية، حكومة اللي عندها اليوم واحد الشعبية كافية باش أنها تنجح في هذا الأمر. ولكن أكثر من هذا الشيء كله وهو أننا نعزوا الوحدة الوطنية من خلال هذه العملية ديال تنزيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في أقاليم جنوبية. فهذه لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا تستدعي واحد كذلك صورة وكذلك تابعة وراء جلالة الملك باش يتقام ذلك. وانتم عارفين بأن حزب الاستقلال فهو قوي جدا في الأقاليم الجنوبية. الحاج حمزة هو معنا اليوم. 50% ديال المنتخبين في الأقاليم المعنية فهي كلها من حزب الاستقلال. وبالتالي هذا تجعل أن عندنا واحد الدور مهم غنقوموا به فين ما كنا، لأن احنا أولا وطنيين، ولكن غنقوموا وحزب الاستقلال الحزب الوطني الدائم اللي دائما تيكون اثناء المعارك القويه بالنسبه لبلادنا، لا المعركه ديال تحرير الوطن، ولا المعركه ديال بناء الدوله الحديثه، ولا المعركه ديال حقوق الانسان، ولا المعركه كذلك ديال الديمقراطيه، ولا المعركه كذلك ديال العمل على التنميه الحقيقيه. فاحنا اليوم كذلك غنكونوا مجندين باش اننا ننجزوا هذا الانجاز الكبير لبلادنا، واللي غيفتح افاق واعده بالنسبه للمغاربه كلهم وبالنسبه للشعوب المغاربيه كلهم، لان هذا غيجعل ان يكون هنالك واحد الدوره اقتصاديه كبيره، غتكون ترجع الثقه في المنطقه، غنضمنوا السلم بعدك في المنطقه، واكثر من ذلك غنضمنوا الشغل كذلك بالنسبه للشباب ديالنا في الاتحاد المغاربي ككل. فهذه اللحظه فهي لحظه مهمه. ثانيا انتم عارفين بان جلاله الملك دار واحد الخطاب كبير في عيد العرش واكدوا في افتتاح البرنامج. شنو قال جلاله الملك؟ تيقول اليوم لا يقبل ان يكون هنالك مغرب بسرعتين، وبالتالي ضروري اننا نبنيو هذا المغرب بسرعه واحده. فالامر معلوم راه انطلقت، انتم تبعتوا في المجلس الوزاري الاخير انه انطلقت واحد العمليه كبيره، وهو ان يكون هنالك تنميه مندمجه محليه انطلاقا من انتظارات ديال الساكنه وديال المنتخبين على الصعيد كل اقليم كل جماعه. وساهمتوا الساده الرؤساء في ذلك باش انه يتوجد هذا الامر. 210 مليار ديال الدرهم اللي تبات في ظرف 8 سنوات، اي ان 4 المرات اللي كان دار بالنسبه لما هو مرتبط بالتنميه القرويه. اذا واحد المجهود استثنائي غيدار، ولكن هذا غير كافي. ضروري انه على الصعيد الحكومي وعلى الصعيد الجهات وعلى الصعيد الاقاليم باش يكون هنالك تكامل ديال كل الطاقات ديال بلادنا باش انه هذا المغرب بسرعه واحده يرجع حقيقه. لان احنا يمكنناش نقبلوا انه واحد اللي هو مثلا خلق في واحد المنطقه نائيه انه المصير ديالو هو الفقر. لا، حنا تنعتبروا بان كل مغربي اينما كان ينبغي ان تعطى له الفرصه اللازمه باش انه يعرف الارتقاء الاجتماعي ويحسن ظروف عيش ديالو ويحسن ظروف عيش ديال العائله ديالو ككل. وبالتالي بغينا